ساعات قليله ويبتدي ماتش القمه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. طبعا كلنا عمالين نفكر، هل الاهلي هيبتدي بكهربا اساسي؟ طب هيلعب مين مدافعين ورا بعد الغيابات؟ طب نص الملعب مين اللي هيلعب في الاهلي؟ وعلى الناحيه الثانيه فرير هيلعب باثنين مدافعين ولا ثلاثه؟ هيلعب في نص الملعب باثنين ولا ثلاثه؟ مين اللي هيلعب جنب زيزو؟ تعالوا كده نخش يعني في دماغ كولر ودماغ فريرا ونعرف كل واحد بيفكر ازاي. البدايه مع النادي الاهلي، كولر في حيره كبيره جدا ان هو يعتبر ما عندوش غير مدافع واحد جاهز اللي هو رامي ربيعه. طب هيلعب بمين جنبه؟ انا اعتقد ان كان المفروض ان انت تلعب مغربي، لكن اللي انا سمعته ان مغربي مستبعد من القائمه. فاعتقد ان هو ما عندوش غير حل واحد، ان هو يدخل محمد هاني جنب رامي ربيعه، وهيبتدي بخالد عبد الفتاح الباك اليمين اللي لسه جاي من سموحه، والناحيه الثانيه هيلعب بمعلول. في نص الملعب برده عنده مشكله كبيره جدا، ان عنده عمرو السوليه وحمدي فتحي الاثنين يعني مرشحين انهم يغيبوا بنسبه كبيره، وهيضطر يلعب بمروان عطيه اللاعب اللي لسه جاي من الاتحاد السكندري. الجزء الامامي اللي هم الثلاثه اعتقد دول اسهل حاجه عند كولر حاليا. هيبتدي بحسين شحات اللي متالق في الفتره الاخيره، وهيبتدي بقفشه واحمد عبد القادر على الناحيه الشمال. الهجوم بقى كهربا، اعتقد ان كهربا اساسي في الماتش ده بنسبه 99%. اعتقد ان هو مش هينزل شادي حسين ولا محمد شريف، مش مقتنع بيهم تماما. لكن كهربا اتمنى ان هو يستمر، وان ده ما تكونش مباراه يعني فرحه الرجوع، ونشوف نسخه جديده من كهربا. اعتقد ان كهربا فعلا يقدر يتحمل الماتش ده ويتحمل الضغوطات اللي هتحصل له في المباراه دي. الناحيه الثانيه الزمالك، الراجل محتار جدا يلعب باثنين ولا ثلاثه، لكن انا اعتقد ان هو هيلعب بثلاثه في خط الدفاع. حسام عبد المجيد هيلعب بمحمد عبد الغني، وهيلعب بحمزه المسلوسي، وجنبه عمر جابر من الناحيه الثانيه. طب الناحيه الشمال عنده مشكله كبيره بعد غياب احمد فتوح وعبد الله جمعه. هو هيبتدي محمد عبد الشافي. محمد عبد الشافي اوعى تقلق، وعبد الشافي بيلعب. محمد عبد الشافي خبره كبيره جدا في نادي الزمالك. نص الملعب هو اوتوماتيك لو لعب بثلاثه في الدفاع هيلعب باثنين، هيكون رؤى ودونجا. تمام، هتقول لي امام عاشور فين؟ هقول لك امام عاشور هيلعب جنب زيزو قدام، وهيبتدي بسيف الدين جزيري مهاجم. اعتقد ده يعني التشكيل اللي هيبتدي بيه نادي الزمالك. دي توقعات التشكيل الفريقين، واوعى تسمع لاي حد يقول لك ان الماتش ده نتيجته مضمونه، سواء الاهلي داخل ومعنوياته اعلى او الزمالك داخل ومعنوياته اقل. هنا لعيبه غايبه وهنا لعيبه غايبه. ده اللي هنشوفه النهارده. اعتقد ان احنا هنشوف مباراه قويه جدا من الفريقين. وقولوا لي كده برضو التشكيل بتاعكم المتوقع في الكومنتات.